الحرية من الترهيب والخوف للكاتب جون بيفر. إيه هو الترهيب؟ هو روح الخوف والخضوع للتهديد أو إجبار حد على الخضوع لعمل شيء أو منعه منه، وسواء كان مدرك أو لأ بيتحول لعبد للترهيب، ومع الوقت بيفقد حريته لتحقيق مشيئة الله، وبيبقى عبد الرغبات اللي أسره بالترهيب. وبيأكد الكاتب إن إبليس هو مصدر كل خوف وترهيب. بدأ الكاتب كتابه إن عدد كبير من المؤمنين بيصارعوا مع مشكلة التعرض للترهيب، سواء من ظروف أو أشخاص، ولكن أغلبهم بيصارع مع نتيجته، زي اليأس أو الإحباط والارتباك وفقدان الأمل. بدل من إنهم يصارعوا مع مصدره ويكسروا قوة الترهيب، فالبعض بيتعلم ويتأقلم مع مخاوفه، والبعض بيستسلم لحياة العبودية للخوف، والبعض بينسحب في عزلة ويفقد الأمل. وقال الكاتب: إن لم تحيا بسلطانك اللي وهبه ليك الله، فسيأتي من يسلبك إياه ويستخدمه ضدك. إن سكن الروح القدس جوانا أعطانا سلطان، والسلطان ده هو اللي بيسعى ليه إبليس، فلو قدر يخلينا نتخلى عن السلطان اللي اداه لينا الله، هيسرقه وهيستخدمه ضدنا. وهو ده اللي عمله إبليس بعد ما سقط آدم وحواء، شالهم من مكانهم وأخد سلطان عليهم وعلى كل اللي كان تحت سلطانهم ورعايتهم. ولما جه يسوع استرد بطاعته وذبيحة نفسه السلطان اللي فقده آدم، واسترد علاقتنا بالله. خد بالك من السلطان اللي منحه الله ليك، لأن إبليس هيحاول بكل قوته يجردك من سلطانك عن طريق الترهيب، فيهاجمك بالأفكار والتخيلات، ويستخدم الظروف والبشر اللي تحت سلطانه علشان يرهبك، وهدفه بس سرقة سلطانك والتحكم فيك، وإنه يضع حدود ليك. ووضح الكاتب مثالين لأشخاص اتعرضوا للترهيب في العهد القديم والجديد. في العهد القديم اتعرض إيليا للترهيب، ورغم انتصاره في معركة عظيمة ضد أنبياء البعل، لكن اتعرض إيليا للترهيب والتهديد بالموت من إيزابل، فهرب عشان ينجب حياته. كان الهدف من الترهيب منع إيليا من استكمال خطة الله، ورغم إن إيزابل ما قدرتش تقتله، لكن نجحت إنها ترهبه فهرب وتمنى الموت. ومن مثال إيليا نكتشف إن الهدف من الترهيب إنك تفقد نظرتك الصحيحة للأمور، فتلاقي كل حاجة قدامك ضخمة وصعبة ومستحيلة، فيزيد جواك الإحباط واليأس. ومع الوقت هتخضع للي بيرهبك بدل من خضوعك لله، وتتخلى عن سلطانك وتفقد دورك وموهبتك في جسد الله، وتعتمد على قوتك وقدرتك المحدودة. تاني مثال في العهد الجديد اتعرض بطرس للترهيب، رغم ان بطرس جريء وقوي الشخصية، لكن اتعرض للترهيب وخاف على حياته فأنكر يسوع 3 مرات. وكان الهدف من الترهيب انه يحب حياته اكتر من حبه ليسوع، فيسعى انه ينقذها. لكن العلاج الاول للترهيب قاله بولس الرسول: ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. العلاج هو إنك تحب يسوع محبة كاملة، للدرجة اللي تختار إنك تخسر حياتك ليتمجد هو وحده. وهنا بس يتكسر قوة الترهيب، لأن مفيش حاجة هتخاف عليها أغلى من ربنا، فتقبل إماتة حياتك ورغباتك الذاتية ليتمجد هو وحده. الأمر التاني لعلاج الترهيب هي مخافة الله، وهي إنك تديه المجد ويبقى هو الأول في حياتك، ورغباته أعلى من رغباتك، فتحب اللي بيحبه وتكره اللي بيكرهه. وهنا بيطلب منك الكاتب إنك تفكر وتسأل نفسك: هل أنت تلميذ حقيقي ليسوع؟ وهل اتعلمت إنكار الذات؟ ولا لسه بتخاف عليها فتبقى معرض للترهيب؟ وافتكر إن تبعية المسيح ليها تكلفة، فالأمر بيتطلب حياتك كلها. فبطرس اتحرر من الترهيب وأعلن بجراءة عن اتباعه ليسوع وقت ما اتملى بالروح القدس، وسكنت محبة الله بغنى في قلبه، فبطل يهرب عشان ينقذ حياته وتحرر من الذات. والسؤال التاني: هل جواك مخافة ربنا ولا مخافة البشر؟ مخافة البشر هتسلبك السلطان اللي اداهولك ربنا، لأنك هتعيش في الخوف من التوبيخ والأذى والرفض والمواجهة، وهتتحول لشخص مشغول لحماية نفسك وإرضاء البشر، وتبقى غير فعال في خدمة الله. وفي النهاية صلي واطلب من ربنا إنه يسامحك في كل مرة اتراجعت في وقت خوفك،
علشان تحافظ على نفسك وأمانك وراحتك، واطلب قوة تساعدك تنكر نفسك وتحمل صليبه وتتبعه. صلاتي ليك إنك تعرف وتمارس سلطانه الروحي اللي اتسلب منك كتير، وتعيش بقوة ونصرة يسوع وسلطانه اللي منحه ليك، عشان تعيش عيشة يسوع على الأرض وتتمم مشيئته في حياتك. الكتاب خلص لكن مليان بالتفاصيل الكتير، بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه. ربنا معاك.